صيحة فزع أطلقها أهالي مدينة حاجب العيون التابعة لولاية القيروان لما اعتبروه كارثة بيئية تهددهم في أرزاقهم وصحتهم نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي إلى الحقول والبساتين. أتيجاني بوديدة عادل النجاتي. على خلفية تردي الأوضاع البيئية أطلق متساكن مدينة حاجب العيون التابعة لولاية القيروان نداء استغاثة للسلطة الجهوية. مياه السيلان الكل من معتمدية حاجب العيون تتعدى من البارتية هذه. البارتية هذه ناس عندها زراعات كبرى، عندها زياتين، عندها خضروات، عندها تربية ماشية. المنطقة هذه منطقة الشوهنية من عماد الغويبة يقع 3000 لتر حليب من ممات الحليب يوميا. الكرهبة نتاع المجمع ما تهبطليش معناتها للحقل باش تهز الحليب. كي يبقى الحليب ساعة ساعتين من بعد الوقت نولوا نبزعوه. ما عادش نجموا نبيعوه لحد شيء، هذا فسد صايب، مال القنوات صايب، ما عادش يقبلوا حتى مرش. هذا من الماء نتاع ناس نطلعوا له السوق ونردوه ما ياخذوا منا حتى واحد. شوف الريحه بصراحه كيفاش اخزر معايا صغاري، انا ما نهبط لساني ونطلع انا وصغاري الا ما يعلم بينا ربي بحالتنا. واحنا مش طالبين حاجه كبيره برشا، حتى طالبين الطريق يتريقل وطالبين له ناس تهتم بينا شوي، مش حاجه مستحيله هذه. الفلاحون تحدثوا عن الأضرار التي لحقت أشجار الزيتون والرمان والخضر نتيجة تسرب المياه الملوثة، مطالبين السلطة المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. حل ها راهو مش كان الزيتون عنا مضرور، عنا الرمان، عنا الدنيا، راهو اخذوا شوفوا الطريق، شوفوا الماء كيفاش ما خامش خويا ينقذونا مالو ناس. عنا برشا تلمذات صغار كما كانوا يجوا كل صباح يجوا 7 يتبلوا ويروحوا. عندي بقرة مريضة من هنا من كثر ماء السرب اللي يلوث الحشيش ويلوث كل شيء. هاي البقرة هزها للطبيب على عين من الشربان نتاع الماء هذه. هاك شوفونا مش يمكن يجي نهار ونشربوا فيها الماء. منطقة حاجب العيون التابعة لولاية القيروان تعرف بمساحاتها الشاسعة من الحقول الخصبة، لكن قد تتحول هذه النعمة إلى نقمة طالما موارد الرزق فيها باتت مهددة في ظل كارثة بيئية تغافلت عنها سلطة الإشراف وفق تعبير الأهالي.